لوزان والهدف الأول والوحيد في المباراة. تأكدنا هذه الانتصارات اللي بصراحه شاهدنا فيهم يعني ثلاث مقابله، يعني طبقنا المسائل اللي قلنا السي هشام يعني بالحرف، يعني لا تكتيكيا ولا تكنيكيا ولا في داخل رقعه الملعب. بالنسبه لي هذا الفوز يعني تنادي الجمهور. رد فعل هجوم الرجاء اصطدم بدفاع متراص للكاك وتشطيب لكل الكرات المزعجه مقابل هجمات مضاده سريعه لم يكتب لها ان تكتمل على احسن وجه. الفريق الضيف ضغط في آخر دقائق مباراة لكن لاعبيه خانتهم اللمسة الأخيرة، وينهي الحكم رشيد بوالحواجب النزال على وقع خسارة ثانية للمدرب جوزي روماو. مقابلة كشف الجميع جماعة، الحمد لله دخلنا عازمين باش نتو واحد 3 بوان اللي هي ما ساعدتناش في مدينة قنيطرة، والحمد لله كشف الجميع ضغطنا بكل قوانا اللي تنعرفوا، ولكن ما سهلش الله. وهذه هي كرة القدم فيها رابح وخاسر. سي ان ماتش tactiquement très fort. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'un match qui est complètement fermé, un match où il n'y a pas beaucoup de chance? On doit croire vraiment que c'est possible, parce que si les joueurs se donnent, ils ont un bon comportement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont joué avec enthousiasme, mais ne marche pas. On va réussir. Je suis sûr qu'on va réussir. فريق النادي القنيطري يوقع على تحول في مساره التنافسي منذ مجيء هشام الإدريسي ويرفع رصيده إلى 13 نقطة، مؤكدا صحوة ملحوظة منذ 3 دورات.